السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم في مطبخ شهيوات عيشيش الله يتقدم لكم خبيزات الديول. نبداو على بركه الله. بسم الله. شعلنا نقصها، ناخذ الزيت قيمه 3 معالق اكل. ناخذ البصله نكونوا رابيناها، 2 حبات بصل تقلع. نوضعوا لها قليل من الفلفل الاسود وملح، كل واحده شحال تحب الملح. كي تقلى البصله نوضعوا لها كفته، لحم مرحي، كل واحده شحال عندها، خليو يتقلاو مليح. وصدقوني هذه الكيفيه راح تعجبكم. ها هي مده بعد ما راه تقلع نضيفوا لها الطماطم مرحيه تاع حب قيمه حبه صغيره، ومن بعد نضيفوا لها الفلفل البارد نكونوا رابيناه، فلفله حبه حسب لي شحال باغي ديري مجموعه. كورجات حبه حتى هي مربيه، والجزر حتى كان اللي يبغي بزاف ولا اللي ما يبغيش ما يكثرش. خلوهم يتقلاو مليح مده 5 دقائق يتقلاو ولا 10 حسب ما يطيبوا. نزيدوا الطماطم معلبه مغرف وقليل من القزبر مع الثوم، طحنيهم ولا دقيو في المهراز وتخليها تقلع مدة 10 دقائق حسابها هكا ولا تيطيب. تشوفوا الخضرة طابت مليح، خليها طيب. هاهي الخضر تاعنا بعد ما طابت مدة 10 دقائق ولا 15 دقيقة كي تشوفوها طابت نحوها من النار. نبداو على بركة الله. نوضعوا الزيت في المقلاة نتاعنا ونقبضوا الديول اللي قلت لكم عليه. نوضعوا الحشو كميه قليله نعمروا به، هاهو فركسوه. نوضعوا العجين في الطراف هكذا اللي يكون متبقي لنا باش نلصقوا الخبزه مع الخبزه. نوضعوا الثانيه كذلك. ها هي. الا تخليت لنا في بلاصه نضيفوا لها العجين باش ما تعاودش كون تشوفوا. نوضعوا لها قليل من الزيت، نعاودو نقلبوها كيما هكا. نوضعوا الحشو الثاني يتوالفوا تجيكم روبان سهله. نجم ديرها في الطاجين، انا بغيت نديرها في المقلاة. اللي ما عندهاش المقلاة دير في الطاجين. نفس الطريقه نعاودوا لها هكذا عجين الجوانب. هادو نحطوا الحبه الثالثه كما كتشوفوا. شدوها مليح، نوضعوا قليل من الزيت كي طيب نعاودوا نقلبوها نفس الطريقه. ها هي. هي كي تشوفوها تحمرت نحطها في صحن التقديم. ها هما بعد ما طابوا راكم تشوفوهم في صحن التقديم، جاو هايلين وشابين. وسيرتو في الشتاء وتبعونا، عندنا وصفات شتويه بزاف.